السلام عليكم الأحباب ديالنا، كنتمنى لكم تكونوا بخير على خير. الله يسخر الأمور للجميع ويفرحكم. اليوم غادي ندويو على الفال والطالع ديال البنت الحنطية اللي هي هذه، اللي كيف ما العادة كتكون القراءة عامة. الحنطية المتزوجة مع الأبيض الأسمر الحنطي، الحنطية المطلقة والحنطية اللي في البلاد البعيدة. وما نتعطلوش ونبداو مباشرة في الموضوع. الحنطية اللي في هذا الفال هذا كيعطيني بأن عندك من شعبان لدابا الأمور مأزمة، كتحسي براسك مضغوطة، مظيومة، باغا تبكي. بحال كاينة شي حجرة فوق الصدر ديالك، ما عندكش القابلية الكلام لا مع الناس القراب لا مع الجيران لا مع شي حاجة. بحال بدا كيتملكك اليأس والقنوط والغبينة، حاسة براسك بوحدك. ف عالم بك الله سبحانه وتعالى. واحد النقطة مهمة بغيت نشير لها بالنسبة للناس الروحانيين. ما معنى الناس الروحانيين؟ هما الناس اللي عندهم الجواد، او الناس اللي عندهم روحانيات، او الناس اللي كيزوروا او شي حاجة. فهي هاد الفترة هذه ديال ما قبل العيد الكبير كتكون شوية مأزمة. كتحس بواحد الجوادك مأزمينك، فالله يفاجئ على الجميع والله يصوب الامور. كذلك كيعطيني بان العتبه ديال البنت الحنطيه المتزوجه هي عتبه مليئه وعامره بالطاقه السلبيه. يعني باش كنعرفوا الدور عامره بالطاقه السلبيه، ملي كتكوني خارجه برا كتكوني مزيانه. غير كتحطي رجلك في باب الدار القلب كيتقبض، آه، النعاس كيطير، كتكون قلت البركه في الدار، اي حاجه تقديتيها ما كتبانش. كذلك كثرة الفويتات، هذه بولات حرقات، هذا الماء فايض من قنت، كيخسروا الالات المنزليه. هادشي كلشي عوامل. وانا رفيت شرحت شحال هادي واحد الفيديو كنت حطيت ديال الطاقه السلبيه في العتبه وكيفيه الازاله ديالها، الاعشاب اللي نقدروا نديروهم في الدار باش نجفوا بهم. ومازال ان شاء الله نعاود نحط لكم فيديو اخر، حيت دابا فيديو على فيديو كيبقاو يهبطوا لتحت، يمكن ما كيبقاوش يطلعوا لكم، ما عليناش. كذلك الفال كيعطيني بان الحنطيه المتزوجه اخيرا هنيتي من صديقه الزوج ديالك بعد ما اداتكم بزاف. فكنظن هاد السيده يا اما تزوجات يا اما هاجرات المهم غتفكوا منها. كنتمنى غير راجلك ما يعاودش شي زبله اخرى بحال هاد الزبله هادي اللي دار. نمشيو مباشره وندويو على علاقه البنت الحنطيه مع الزوج الاسمر اللي هو هذا. الحنطيه والسمر، الا جمعنا هاد المده ديال الزواج محاش واش خرج لينا حتى واحد 5 شهور ولا 6 شهور مقاده. ان الغالبيه ديال العلاقه جيتو في الخانه ديال الغيار والمشاكل. الاسمر هنا كيبان لي واحد الانسان اللي هو مادي، كيتبع المصلحه ديالو، يقدر يبيع راسو، يبيع مو، يبيع اي واحد. الاسمر هنا فيه الفهامات بزاف. الاسمر ملي كيدير الغلط هو كيشوفو صغير، اش ماني اش درت، اش فعلت. وإلا نتيا وقع لك شي هفوه او شي مشكل درتيه ولو يكون بسيط، كيكبر المشاكل. فهو دائما كيشوف راسو مشاكله قليله، وانت كيشوفك مشاكلك كثيره. كيشوفك كلك طاقه ديال الصداع والمشاكل. فكنشوفك صراحة هنا الغالبية ديال الحنطيات والسمرين غير صابرين مع بعضياتكم، غير مسلكين، غير على قبل الوليدات او على قبل الحياة، او الوضع لا يسمح. فالحنطية كل لقات الفرصة لهذا السيد هذا ما تعطلوش زعما، لان كتعيشي معاه في واحد الجحيم، كتعيشي معاه في واحد الغيار، كتعيشي معاه في واحد الغبينه اللي هي خايبه وخايبه بزاف. فالله يدير لك شي تاويل الخير والامور ان شاء الله تقاد. وكنحسدك على الصبر ديالك، وصبرتي بزاف، زيدي صبري، صبرتي زيدي صبري.
ما كاينش مشكل، ما هذا الانسان على امل غدا ربي سبحانه وتعالى يبدل الحال بحال ما احسن. غنتقلوا للبنت الحنطيه والزوج الابيض. الزوج الابيض هانتي كما كتشوفي طايحه في حجره امراه اخرى، المراه اللي فايته في البلاد البعيده او المراه اللي كتمشي البلاد البعيده وكتجي. الابيض بينك وبينه سحر التفريق. عرفتي شحال من مره كنتو غتفارقي انت وهذا السيد هذا، وفي اخر لحظه الامور تجمعات. الابيض ولا واحد الانسان كيضغط عليك. الابيض واحد الراجل اللي كيدير شي حوايج غير بالعاني باش يعصبك، غير بالعاني باش يستفزك. الابيض بحال بغى يوصلك واحد الفكره ديال انا هكا، عجبك مزيان، ما عجبكش شوفي حل راسك. بحال حيت الابيض هنا كنشوفو كل شيء العالم كيتعامل معاهم مزيان، كل شيء كيشكرو، كل شيء كيقول الله عمرها دار. ولكن انت كيتعامل معاك معامله اكثر من سيئه، معامله محاش واش الانسان يتعامل بها مع العبيد ديالو كون كانوا باقيين العبيد. ف كذلك هنا كيخرج ليا 2% سمعيني 2% ديال الحنطيات اللي مزوجين مع الابيض وراجل كيشد الطرقان، غتكتشفي بان هذا السيد هذا عنده علاقه محرمه مع شي وحده اللي نجات على حمل او نجات على تريكه. ماشي كلكم، كنقول 2%، حيت كاين فرق ما بين كلهم وكاين فرق ما بين 2%، يعني واحد النسبه اللي هي قليله. والخبار غتوصلك اللي غتكون اخبار طبعا صادمه وما غاداش تقبلها نهائيا، وكنظن حتى شي واحد في العالم غادي يتقبلها. فالله يهدي ما خلق. الابيض كنشوفوا كذلك بان الفراش ديالكم بارد، كاين واحد البرود، وحتى الا كانت شي حاجه كتكون بواحد الطريقه ميكانيكيه، واحد الطريقه عابره. هنا الحنطيه هي كرهت الابيض بكثره التعامل الخايب او بكثره دوك الطرق كيفاش كيتعامل او الطرق كيفاش كيجي لعندك. هي طرق كتعدف، فانت وليتي كارهاه، انت ما بقيتيش مستحمله في الامور او في الشؤون الحميميه الزوجيه. غادي ندوزو نهضروا على علاقه البنت الحنطيه والزوج الحنطي اللي هو هذا. الحنطيه والحنطي، الحنطيه والحنطي هنا حتى الحنطي عنده علاقه. الحنطي ما عرفتش علاش مؤخرا ولا كيدمر راسو، ولا داير بحال شي راجل ماشي بحالو، ولا بحال ولا راجل منحوس، ولا راجل فيما كان شي مشكل تلقاه فيه ما كيساليش كل نهار كيفيق على زقيا. اي ذنوب خايبين، ولكن كنشوفهم ما عرفت الامور ديالكم معكسه. تراجع في العاطفه، تراجع في الماده، تراجع في الحب، تراجع في كل شيء. وهذا الشيء ماشي غير عليكم نتوما، حتى على الوليدات. والحنطي غادي وقع ليه مشكل ما بينه وبين خوه. الا كان مقرب من خوه غيوقع شي مشكل، الا كانوا تجار في نفس الحرفه وقع شي مشكل، الا كان مسلفو غادي يوقع شي مشكل. فغادي يكون شي مشكل عائلي اللي هو كبير شويه عند الحنطي. غادي ننتقلوا للبنت الحنطيه المطلقه. البنت الحنطيه المطلقه كنشوف عندك مشاكل كتخص التريكه ديالك او وعكه صحيه او شي حاجه بحال موكا. وإلا كان الدري ولد هذا تهضري معاه بزاف. الا كان التريكه ولد كبير هذا تهضري منه بزاف. علاش؟ حيت كيخرج ليا دائره السوء او رفقاء السوء او صحاب المصلحه او صحاب الاذيه، لان ولدك راسو قاصح. الحاجه اللي كتنهي عليها هي الحاجه اللي تلقاه فيها مجبد. عندك التريكه صعيبه. وهنا واحد النقطه بغيت نشير ليها بالنسبه للحنطيه المطلقه اللي عندك الجواد. فكنقول لك جوادك بطيتي عليهم او ما درتيش لهم اللوازم ديالهم، فبالتالي ولاو داكشي اللي فيك ولا انتقل للتريكه ديالك. غادي ندوزو نتكلموا على البنت الحنطيه اللي عايشه في البلاد البعيده، اللي هي البنت الحنطيه البلاد البعيده عندك قش مرزم وعندك تحوال اجباري من العتبه. والبنت الحنطيه البلاد البعيده كنشوفك عندك غبينه غيار كدوري في واحد البيت الاوهام وبيت شي حوايج
ولاو كيبانوا لك بوحدك. عكوسات، الفلوس كيطيروا لك ما كتعرفيش فين مشاو، واخا يدخلك اللي يدخلك كيطير ما بين يدك. كذلك الحنطيه اللي في البلاد البعيده كنشوف باغا تشري شي حاجه تعكست لك المره الاولى والثانيه، فهاد المره الثالثه هذه او هاد المره الثانيه ستري الامور ديالك، لانك انت برواله كتهضري بزاف وحتى شي حاجه ما كتيسر لك. ف درقوا شمعتكم باش تبقى شاعله، والله يسخر الجميع. للعموم هذه قراءه عامه ماشي قراءه خاصه، ما كنقدروش نطولوا فيها اكثر. فاللي بغات قراءه خاصه تواصل معنا على الرقم اللي كيكون موجود تحت الفيديو، ومرحبا بالجميع.